برحب بكل أصدقائنا على اليوتيوب. تحياتي لحضراتكم ولايف جديد. معانا ايه في اللايف النهاردة؟ في جزئنا الأول أزمة حمدي وانقسام الجمهور، حوار مهم جدا في جزئنا الأول. الجزء الثاني بأمر الشوال أشجان بتشيرت الأهلي. وفي الجزء الثالث تهرب الأهلي الضريبي وترحيب الدولة. وأخيرا في جزئنا الرابع والأخير حرقان هبة مستمر وحزنها على الزمالك. دي الحاجات اللي هتبقى معانا النهاردة. أرجو بقى إن كل الناس اللي معانا كده نعلى باللايكات، والناس اللي على اليوتيوب السبسكرايب وتفعيل زر الجرس. وهبدأ مع حضرتك على طول بأزمة حمدي وانقسام الجمهور، حوار مهم في جزئنا الأول. أزمة أحمد حمدي اللاعب النكرة مستمرة، والحقيقة انه نادي الزمالك في عهد الخونة اصبح بيئة خصبة الحقيقة لتمرد اللاعبين النكرة. يعني مش بقول لك مثلا انه الزمالك مثلا اصبح بيئة خصبة لتمرد اللاعبين اللي عندهم تاريخ مثلا مع النادي، زي الولد الجعر ابن الجعر. لا، ده الزمالك كمان اصبح بيئة خصبة لتمرد النكرة. حبيبي يا محمود صديقي طبعا، محمود ألف شكر على النجوم. ف حتى انصاف لعيبة ورباع لعيبة بقت بتتمرد النهاردة في عصر الخونة الأهلوية اللي محتلين نادي الزمالك. يعني لاعب زي أحمد حمدي ده لاعب نكرة، لاعب نكرة مكانش حد يعرفه. ده لاعب فاشل، خرج من ناشئين النادي الأهلي، آه، لعب سنة مشوه مجانا، طول حياته انتقالات مجانية، زي الواد الجعر ابن الجعر برضه في بداياته. ولكنه يمكن عمل 5 6 مواسم مع نادي الزمالك خليته لاعب بعد ما كان نكرة برضه وجعر ابن جعر يعني. خرج معرفش راح الجونة باين ولا راح فين نصيبة، برضه محدش سمع عنه. مشي برضه من الجونة مجانا، راح فرقة في كندا مع مونتريال باين ولا ايه، برضه ولا حد سمع، محدش شافه ولا حد عرفه ولا حد شاور عليه غير اهله، غير اما لعب مع الزمالك 7 8 ماتشات كمان. يعني حتى يا اخي ما لعبتلكش 7 8 شاف نفسه عليه. ولكن وضع النادي يخلي اشباه اللعيبه دي تتنطط. يعني بقى شويه خونه جايين بينفذوا اجنده اصلا النادي مش في دماغهم. طبيعي ان لاعب نكره زي احمد حمدي ده يتنطط ويعمل ما بداله. خرجت مع حضراتكم امبارح وقلت ان الفلوس اتحولت وما سمعتش في الحساب، وده الكلام اللي طلع من النادي وخدناه من النادي. ولكن فوجئنا بالباشا بيعمل تويتة تانية باين ولا ستوري تاني ولا معرفش ايه، وبيتريق وبيقول لك طب شوفوا كده أمنوا على حسابي وصل 1700 يورو في حسابي ولا لسه. ولكن وضع الواد ده الولا النكرة ده بيبين لك لاعب بيتعالج بقاله 13 شهر. الرباط الصليبي في العالم كله كان 6 شهور، ودلوقتي في لاعيبة بترجع بعد 4 شهور. ده بقاله 13 شهر بيتعالج. 13 شهر يعني 9 شهور زيادة عن بقية لعيبة العالم. ومع ذلك ميغا وعقده 9 مليون واخدهم كاملين. مين طب اللي بيشتم؟ منشنولي كده على اللي بيشتم. الغريبة بقى والعجيبة هي حالة الانقسام.
وكأنك لازم تختار يعني، يا تاخد صف الولا العرة النكرة ده، يا تاخد صف الخونة الأهلوية اللي محتلين نادي الزمالك. يعني بقى عليك كجمهور دلوقتي ان انت لا، وفي ناس بتقول لك ايه، اصل الواد الجعر كان عنده في زملكاويه، يقول لك اصل الجعر كان عنده حق. عنده حق في ايه؟ اصل الجعر قال عيل كذاب، جعر ابن جعر، كذاب ابن كذاب، خاين ابن خاين. ولسه ناس تطلع تقول لك اصل الجعر عنده حق، اصل الخونة الاهلاويه عندهم حق. ده ناس تاخد صف ده وناس تاخد، وكأن مكتوب علينا يعني ان احنا ننقسم على الولا حاجه، اللي هو يعني ما ينفعش يبقوا الاتنين خرا، لازم يبقى في واحد فيهم لازم ناخد صف حد فيهم. بس النادي يعبر على اللي بيديره، نادي سمك لبن تمر هندي. الواد ده لو النادي فيه ذكر، لو النادي فيه ذكر من اول مدير الكوره، مرورا بقى، مش عايز اقول مدير فني لان ده راجل محدش يعرف هو قاعد ولا ماشي ولا، مرورا بقى بالاخ ميزو ولجنة التخطيط والاخ حزوقة والشلة كلها، مرورا بقى بشوية الخونة اللي موجودين، لو فيهم ذكر، لو فيهم ذكر، لو فيهم راجل، الواد ده كان اتعرض للبيع امبارح. العرة ده كان اتعرض للبيع امبارح، ده لو في ذكر في النادي. انما اشكال كلها جايه تنفذ اجنده، لا فارق معاهم النادي ولا لعيبه النادي ولا اي حاجه، والجمهور على اعصابه والناس قاعده، ولسه في ناس مستنيه. الغريب بقى والعجيب ان في عينه من الجمهور، من جمهور الزمالك، لسه مستنيين، لسه مستنيين السمنه، مش عارف من ايه النمله، لسه مستنيين، فاكرين النمله هتطلع لهم سمنه. لسه بيقول لك اصل ميدو هيجيب صفقات، اصل عمرو الجنايني هيجيب اصل هيجيبوا مدير. فين مدير رياضي؟ فين جون ادوارد؟ فين المدير الفني؟ النادي خلاص النهارده 13، فاضل 17 يوم، والمفروض، ده المفروض في الانديه المحترمه، المفروض انه خلال ال 17 يوم اللي باقيين دول، اللي هو لحد 30/6 يعني، ابقى خلصت المدير الفني وقعدت معاه وعرضت عليه القايمة وحدد اختياراته وجبت له اختياراته، ده خلال 17 يوم اللي جايين دول. والراجل يجي يوم 30/6 ياخد فرقته وقايمته اللي هو اختارها وياخد بعضه كده ويقرر هيعمل بقى معسكر في مصر، يستعد بقى للموسم الجديد. خلي بالك في شهر 7 بطولة العربية، يعني مش هتلحق تعمل حاجة. لا احنا بقى يا باشا احمد زي الحاج احمد، هنفضل قاعدين، ده محمد شريف، ده مزيزي، ده مش عارف عادل بلبينة، ده بقى بيفاوضوا مش عارف مين في الدوري المغربي، ده هيجيبوا مش عارف مين، ده ايمن الرمادي هيكمل، لا مش هيكمل، ده هيجيبوا مدير فني اسباني، ده هيجيبوا بتاع الدفاع الحسني، ده هيجيبوا بتاع الجيش الملكي، ده هيجيبوا المدير الفني مش عارف مين، ده كارتيرون راجع، ده فلان جاي، ده مصطفى محمد جاي اعاره، ونفضل نهري ونهري 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 لحد قبل نهاية القيد بأسبوع، ونبدأ بقى صربعني بقى يلا. ما جبناش حاجة، ولا جبنا مدير فني، ولا جبنا لعيبة،
ولا استعدنا للموسم الجديد ولا عملنا اي حاجه. ولسه في جمهور، لسه في جمهور يقول لك ايه الواد بقى الفلوطه، الفلوطه بقى اللي هو يعني فهمان اكتر من بيليه الله يرحمه. وحلول مشاكل نادي الزمالك: رقم 1 سرعة التعاقد مع مدير فني أجنبي. رقم 2 سرعة التعاقد مع مش عارف ايه. رقم 3 مدير رياضي بنكهة إسبانية مع طعم برتغالي مع خلفية برازيلية. والعيال تشير. ومحمد رضا بوبو مع أسامة فيصل مع مش عارف مين ونادي الزمالك السنة الجاية. ده الفلوطة بقى. مفيش حلول، مفيش حلول إلا برحيل الخونة. الأخبار شكوى زيزو إيه؟ أخبار المحكمة الرياضية الدولية إيه؟ إيه الأخبار؟ بلاش زيزو. أخبار شكوى الخصم بتاعت، مش إحنا كنا بنعمل ملف؟ مش كان في ملف؟ أما قلنا إيه؟ ده بيراميدز اللي اشتكى والخونة ما اشتكوش ومحدش راح الفيفا. لا والله لسه بنكهس الملف، نكهس الملف بتاعنا. طب ايه ملف زيزو اخباره ايه؟ ملف بتاع شكوى زيزو. هتشتكوا زيزو؟ والله ما هتشتكوا. مفيش حلول. بتناقشوا ايه؟ بتناقشوا ايه؟ الحل الوحيد، الحل رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و10 هو رحيل الخونة. هو رحيل الخونة. اما اي حلول تانية، اصل هنجيب مدير رياضي وهنجيب مدير مش عارف ايه ومدير تعاقدات، واصل هنجيب مدير فني بنكهة مش عارف ايه، واصل هنجيب ايه، كل ده كلام فاضي وبكش وشبعنا منه. وعلى فكرة بقى، على فكرة بقى، انا اخري مع لجنة التخطيط الانتقالات اللي جاي. لو ما جابوش انتقالات والله هزعل جامد وهاخد على خاطري. طب ما لجنة التخطيط دي من شهر 2 اللي فات عمل ايه الاخ السكري؟ عمل ايه الاخ السكري غير زرط؟ ماذا فعل السكري غير الزرط؟ ده شيكات مفتوحة، انا شيكات مفتوحة. ده ياللي زعلانين ان زيزو مشى، اخ ممدوح الزفر خلاص يا ولاد افرحوا يا جمهور الزمالك. ايه صفقتين من العيار الثقيل. فين الصفقتين؟ مفيش. فين الشيكات المفتوحة؟ مفيش. فين المدير الرياضي اللي كان جاي قبل مباراة بيراميدز؟ مفيش. ده كان قبل مباراة فاركو. فين المدير التعاقدات؟ مفيش. فين الصفقات؟ مفيش. مفيش. احنا مجموعة من الخونة جايين عشان نغرق النادي، وحوالينا جمهور كيوت عمال يشير للعيال الفلاليط. وان شاء الله لو ما بطلوش هسيب الفلاسة وامسك فيهم ان شاء الله. لو ما بطلوش الفلفطة بتاعتهم هسيب الفلاسة وامسك فيهم هم، ما لان دول اكثر خطرا على نادي الزمالك من الفلاسة. الفلوطة واصل انا بقى بص اخرهم معايا لجنة التخطيط دي. والله لو ما جابوا صفقات حلوة هزعل جامد وهاخد على خاطر. ما تتحرق بجاز، ما تتحرق بجاز. نادي بقى يغم، نادي بقى يغم والله.
الجزء التاني بأمر الشوال أشجان بتيشيرت الأهلي. صعب عليا الواد أشجان النهارده، صعب عليا بجد فعلا. الواد يا عيني لابس التيشيرت على حبة عينه، على حبة عينه الولا والله. وعشان يعني ما تبقى متدارية العملية يعني، فقال لك يعني يلبس عليها ايه، اي حاجة، لابس عليها حاجة كده، لابس معرفش تيشيرت ولا سويت شيرت ولا ايه. المهم ان التيشيرت مش باين يعني. وخلي بالك القصة كلها ان عيل شوال بدماغ طفل يعني، عايز يظهر يبان يعني. هو كان ممكن يا اشجان في التليفون عادي يعني، يا اشجان تطلع بتيشيرت الاهلي خلاص، هيطلع بتيشيرت الاهلي خلاص وليه نعمته، يا اشجان بتيشيرت الاهلي خلاص. لسه برضو كاتب بوست من شويه بقى عايزين الاستوديو مش عارف يبقى ايه على الملأ. ليه؟ عشان اما حاجه تتغير، يعني اما الجمهور يشوف ان حاجه بتتغير، يجي خلاص في دماغهم انه الشوال هو اللي بيدي التعليمات. ما هو عايز كده، هو عايز يظهر. الشوال طفل عايز يقول الشوال عمل، بيخاطب القطيع، هو يحب ان القطيع يقولوا اسمه كتير يعني. الشوال عمل كذا، الشوال عمل كذا، الشوال عمل كذا وهكذا. اما كان ممكن اي شيء يخلص بتليفون، بس ساعتها القطيع ما كانش هيعرف، يعني ما كانش القطيع هيعرف ان الشوال ملبسهم تيشيرتات الاهلي غير اما يطلع يكتب على صفحته البس يالا تيشيرت الاهلي، يالا البس يا اشجان، البس يا اشجان تيشيرت. ما تجيبليش بيض اشكال بقى ابو احمد والاشكال دي، ما تجيبليش بقى العيال بيض دي، ما تجيبهمش. فما يجيبهمش، اللي يلبس تيشيرتات يلبس تيشيرتات. فاشجان اول مره تحصل في تاريخ الاعلام الرياضي ان المفروض مقدم برامج المفروض انه محايد يطلع يلبس تيشيرت احد الانديه، اول مره تحصل. فطلع بقى عشان ايه؟ يعني عشان شكله برضه، قال لك ما اصل ده في كاس العالم، والله لو نادي مصري تاني والله راح كاس العالم والله هلبس. طب ما هو بيراميدز رايح 2029، هتلبس تيشيرت بيراميدز؟ والله ما هيحصل، والله ما هتعملها. واصل لو الزمالك راح هلبس برضه التيشيرت والله و... مش محتاج تبرر يا اشجان. احنا عارفين يا اشجان ان انت اهلاوي، وعارفين ان انت دلست وزورت وقطعت وقصيت عشان خاطر الاهلي. فانت مش محتاج. هو انا بحيي كمان الشوال، لان هي دي الصورة اللي المفروض نشوفها، مش صورة البدلة المحايدة، لا هي دي الصورة المفروض نشوفها. وانا بنصحك يا اشجان تكمل بيه، التيشيرت واكل عليك ولايق عليك ولايق على اللي انت بتعمله يا اشجان، فمش محتاج تبرر. العباطة بقى، العباطة واللي مت ضحك، مت ضحك. انا قاعد بتفرج فلقيتهم جايبين بيعملوا لقاء مع الجمهور، قال الجمهور يعني. فلقيته جايب اسرة كده ومعاها 2 أو 3، منهم واحد مليان وواحد لابس تيشيرت الاهلي الاسود، والله العظيم حصل. وانا هبقى اجيب لكم الصورة انزلها عندي. عملوا اللقاء بغض النظر عن اللي اتقال يعني. فبقلب في الفيس والله حصل وانا قاعد، ولا لك الولد المليان ده لابس تقريبا تيشيرت كحلي او حاجة كده، مع مين؟ مع هبة. هبة بتسأله انت جاي منين؟ فقال لها مش عارف جاي من الطن، مش عارف الطن ايه، من طنطا. طنطا ايه؟ طنطا ايه يا هبة؟ احنا في 45. يقول له جاي من طنطا. هو نفس الولا المليان ومعاه التاني اللي لابس تيشيرت اسود. هم دول جمهور الاهلي في ميامي، اللي بيطلع مع هبة هو اللي بيطلع مع اشجان. هم طب غيروا يعني، استضيفوا هنا 2 وهنا 2 نفس اللقاء. والله انزل لكم الصور، نفس اللقاء بتاع اشجان هو بتاع هبه.
واشجان طبعا كان بيعمل لقاء اللي هو المزور اللي معاه، اللي مع اشجان، مع نفس الشخصيات يعني. فانا الحقيقه سعيد جدا ومبسوط انه الواد اشجان واتمنى ان هو يكمل، ان هو يكمل بالتيشيرت. اه سيد عشري بيقول لي شفت والله حصل. دي بقى الشعبيه الجريفه. وعامل بقى ايه؟ تقرير. تقرير عن نادي انتر ميامي بقى يعني يا عيني عايز يبين ان انتر ميامي ده نادي عظيم. يا جدع انت ده نادي بوكا جونيور الارجنتيني اللي هو من قارة تانية اصلا، من امريكا الجنوبية. نادي بوكا جونيور اول ماتشين لبوكا جونيور التذاكر كومبليت اتحجزت، ونادي البلد، نادي البلد ما اتحجزتش التذاكر. ففي التقرير بقى عايز يبين انه نادي انتر ميامي ده نادي عظيم ومش عارف ايه، وجايب في تقديم الولا بتاع برشلونة الباك ليفت ده اسمه ايه، جوردي ألب. فانا قلت في تقديم بقى هيجيب بقى المدرج البتاع الاستاد فاضي، في 10 15 نفر قاعدين، وميسي عمال يحدف عليهم تيشرتات، وشوية أطفال ملبسينهم بينك اللون بتاعهم. هو يا عيني عايز يعمل من انتر ميامي ده نادي عظيم، بس هتعملها ازاي؟ نادي اصلا مش عارف يشتري تذاكر، مش عارف يشتري تذاكر فرقته اللي بتلعب المباراة الافتتاحية الأول نسخة في كأس العالم للأندية. تذاكر فرقته نادي ملوش جمهور أصلا، نادي نكرة ما يتخيرش عنك، يعني نادي نكرة ما يتخيرش عنك. بس طبعا لازم يبان. طيب قال لك اصلي والسفر والتذاكر بكام؟ انتوا عارفين امريكا فيها كام مصري؟ امريكا فيها 1,800,000 مواطن مصري، مصريين. بحساباتهم بقى ان 90% من الشعب المصري بقى لما 80% ده ده 70 في اخر رقم قال لك لا ده 70%، وده رقم قليل. طب ال 70% من المليون و 800 الف قد ايه؟ حوالي كام؟ مليون و 300 الف. المليون و 300 الف اهلاوي، ده على حد يعني اقل، ده انتوا وصلتوا البيع ل 90%. المليون و 300 الف اهلاوي مفيش منهم 20 ولا 30 الف يحجزوا المباراة. يعني لو بلد فيها مليون و 300 الف زملكاوي والزمالك بيلعب كاس عالم للانديه مش هيحجزوا؟ عشان حجة بس ايه؟ اصل اللي مسافرين والتذاكر غاليه والانتقالات والفنادق. بقول لك بوكا جونيور ماتشين كومبليت، وماتش ريال مدريد والهلال السعودي كومبليت. ده اللي حاصل. الجزء الثالث تهرب الاهلي الضريبي وترحيب الدوله. النادي الاهلي نادي الدوله طبعا، آه، بين الولاية والولاية سفر بالطيران. ايه المشكلة يعني؟ ايه المشكلة يعني؟ ما تسافر تقعد الاسبوع ده ولا العشر ايام دول في ميامي، اهي منها مصيف. ده لو هو في امريكا يعني، اهي منها مصيف ومنها ان انت تتفرج على فريقك بقى اللي انت بتحبه. مهم انه نادي الدولة بعت عقد الجعر لاتحاد الكورة. عقد الجعر كام بقى يا باشا؟ 5 مليون. الجعر اللي هياخد 130 مليون، عقده 5 مليون. ليه؟ منه بينزل نسبة اتحاد الكورة. اتحاد الكورة طبعا شوية خدامين محدش فيهم هيتكلم.
طب والضرايب؟ ضرايب البلد، يعني ال 130 مليون دول الدولة ليها فيهم 26 مليون. 26 مليون المفروض يطلعوا للبلد. عارف البلد هتاخد كام؟ هتاخد نسبة من الخمسة مليون. 5 مليون 20% يعني مليون. هيسيبوا لهم 25 مليون جنيه للضرايب. ده ضرايب رسمية. اللعيبة بتدفع، ده بتهيألي أكتر، النسبة أكتر من 20%. أعتقد إنه نسبة الضرايب أكتر من 20%. ركب الدائري خلاص يا جدعان، خلاص خلاص خلاص، اللي بيشتم ركب الدائري خلاص. أميدو حماد من موريتانيا، تحياتي. ده في لاعب واحد. طبعا احنا قلنا قبل كده انه حسين الشحات، الشيخ علي بصري بيقول لي نسبة الضرايب 30%. طب 30% يعني المفروض ياخدوا 39 مليون. 39 مليون هم هياخدوا مليون ونص. مليون ونص، لأن عقد الولا في اتحاد الكورة 5 مليون. طب الباقي ده فين؟ كله يا باشا من تحت الترابيزة. طب البلد عارفة؟ البلد عارفة. الدولة عارفة؟ الدولة عارفة. الضرايب عارفة؟ الضرايب عارفة. الوزارة عارفة؟ الوزارة عارفة. اتحاد الكورة عارف، كله عارف. ناديهم وبلدهم ونادي دولتهم. ويروح الغلابة، يروحوا على الغلابة يقبضوا عليهم ويعملوا لهم محاضر عشان التهرب الضريبي. الغلبان يروحوا يعملوا له محاضر عشان التهرب الضريبي. ونادي واحد في عقد لاعب واحد سايبين له 39 مليون جنيه. الضرايب سايبه 39 مليون جنيه عشان ناديهم، نادي الدولة. إذا كان مصفرين الشركة المتحدة صرفة زيادة عن، أعتقد يعني، والله تصرف لها زيادة عن 200 مليون جنيه. عن 200 مليون جنيه في الطلعة اللي هي طالعة قبل البطولة ب10 أيام دي، ولا حد بيسأل. حبيبي يا مايكل، ألف شكر. صديقي الغالي مايكل أسعد، ألف شكر على النجوم. دائم الدعم طبعا صديقنا مايكل، ألف شكر. فتسجل عقد زيزو في اتحاد الكرة ب5 مليون وهو بياخد 130 مليون، وال125 مليون بضاعة أتلافها الهوا. فساد للركب، فساد للركب. بس محدش يقدر يفتح بقه. حرقان هبة مستمر وحزنها على الزمالك. هبة محروقة، هبة محروقة بقى، تعبانة. يا رايحة تغطي هناك. طب استمتعي يا هبة احنا في ميامي وفي صيف وفي مصيف. اطلعي على البحر هتلاقي الاحمر والاسود كده كده. عارف انت خرباها طبعا هناك يعني. فطالعة هبة برضه بتلقح، واحنا مش عارف ايه، واصل في اندية، الاندية المحلية وبتلعب محلي. مركزة ليه معانا يا هبة؟ يا هبة مركزة ليه؟ اطلعي يا حبيبتي على البحر هتلاقي الاحمر والاسود اللي انت بتحبيه. هتلاقي ده احنا في امريكا في ميامي، وممكن تلاقي من غير احمر واسود كمان. ده هتلاقيها خالص كده على بقى سلبوته. فاطلعي هبه استمتعي. طبعا انا عارف ان انت خرباها هناك يعني، انت هتستني يعني اما انا اقول لك؟ ده انت خربة الدنيا، انا متأكد مليون في المية. ومش عارفين بقى المدام سافرت معاكي ولا ايه؟ الحاجة ام وقوفة سافرت ولا ما سافرتش؟ مش عارفين والله، يا سافرت ولا ما سافرتش. لا مغربي، ما هناك على كل لون يا باشا. مغربي مين؟ ده هناك كل اطياف العالم، كل اطياف العالم في ميامي هناك. ده الاصل.
قال لك ايه بقى ومش عاجبه يعني حال نادي الزمالك للاسف مع الخونة الاهلاويه اللي موجودين، بقى يصعب على هبه. ما هبه تلاقيها في الراديو الصبح بوش وبالليل بوش تاني. ففي الراديو بقى بيقول لك ايه، او بيقول لك ايه لا مؤاخذه، في الوقت اللي الاهلي يستعد لاهم حدث في تاريخه وفي تاريخ اي نادي مصري، حدث هيكون قدام كبار العالم قصاد ميسي ورفاقه، اللي هم بقى ميسي ورفاقه اللي بيدللوا بيقول لك تعالى الماتش ب4 دولار والحسابة بتحسب. بنلاقي الناحية التانية أحمد حمدي لاعب الزمالك طالع يحاسبن بسبب إن الزمالك مرضيش يدفع له فواتير علاجه. أحمد حمدي يا جماعة جاب لكم بطولة قارية، وأنا مش عارف قصة بطولة قارية دي، معلش يعني. أنا وجهة نظري اللي جايب البطولة القارية دي مع احترامي يعني هو سيف الجزيري، وهدف سيف الجزيري هناك في نهضة بركان هو هدف البطولة، مش هدف احمد حمدي هنا. لان الهدف هنا اي حد يسجل، انت لو راجع من هناك مغلوب 2-0 كان الموضوع انتهى. يبقى هتقابل اخوها الارهابي هناك الممنوع من دخول مصر وتحت والله، والله عندك حق. صديقنا الغالي طبعا استاذ احمد فاروق. فانا شايف ان هدف الجزيري اصعب هدف، صعب جدا جدا. طب احمد حمدي كان في ال6 يارد. احمد حمدي يا جماعه جاب لكم بطوله قاريه، انت مالك يا هبه؟ ولما طلعت تسريبات ان الفلوس اتدفعت طلع كدبهم في ستوري جديده، وبنرجع نلوم اللعيبه لما يسيبوا النادي ونقول خاينين. الواحد بقى حزين على نادي الزمالك والحال اللي وصله. تخيلوا، تخيلوا حال نادي الزمالك بقى يصعب على هبه. يا نهار اسود، ده احنا وصلنا الحال. اهو ده بقى اللي حالنا يصعب على الكافر. اهو ده الوضع اللي بيقولوا فيه ان حالنا بقى يصعب على الكافر. الزمالك نادي كبير قوي يا جماعة، عيب اللي بيحصل ده. حالنا بقى يصعب على هبة. منهم لله الخونة الأهلوية اللي محتلين النادي، ومنه لله اللي جابهم، منه لله مطرح ما هو قاعد. أنا بسعد دايما بوجودي مع حضراتكم. السلام عليكم.